إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الفضلاء، يتواصل الكلام حول شعيرة عظيمة مباركة، شعيرة الطهارة. الطهارة يا عباد الله التي ميز الله جل وعلا بها هذه الأمة، خاصة فيما نحن فيه من عصور متأخرة. فهؤلاء الكفار الأنجاس الذين ذكر الله جل وعلا نجاستهم في قوله جل وعلا: إنما المشركون نجس، مع ما هم فيه من رقي حضاري مادي مزعوم أو حقيقي، إلا أنهم لا يستعملون الماء في تطهرهم من النجاسة، ويظنون أن ذلك تحضرا ورقية، وهذا والله أمر خبيث. فربنا جل وعلا قال في تنزيله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال جل وعلا: ليطهركم به. فالماء هو وسيلة الطهارة العظيمة التي من الله جل وعلا بها على البشرية، يعرضون عنها ويذهبون إلى غيرها، وذلك لعدم توفيقهم. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة الطهارة وميزنا بالطهارة. أسأل الله أن يطهرنا جميعا ظاهرا وباطنا من الذنوب والخبائث وكل ما يغضبه جل وعلا، آمين. أيها الأحبة الفضلاء، إن مما ينبغي على المتوضئ في وضوئه، بل أذكر قبل ذلك على كل مستيقظ من نومه كما سبق، قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء للمغترف من الإناء. أمر آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للمستيقظ من النوم، أنه يستنشق بمنخريه من الماء. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستنشق إذا قمنا من نومنا، بأن ندخل الماء ونستنثر بأن نخرج الماء وندخله، وذلك أمر جلل عظيم يا عباد الله. وهذا أمر علمه الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. حديث ثابت من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك على المتوضئ يا عباد الله أن يستوعب كل أعضائه بالماء، ذكرا كان أو أنثى، ومن ذلك الذين يعملون في الصبغ والأصباغ هذه، فتراهم لا يبالون إلا من رحم الله. وكذلك النساء التي تضع ما يسمى بالمناكير على الأظفار، كل ذلك يجب أن يزال قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى كل أعضاء الوضوء، أو كان ذلك في البدن عاما، إن كان على المرأة اغتسال أو على الرجل اغتسال، فلا بد من إزالة كل ما يحجز، كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا لم يصب جزءا من
من قدمه ظفر قدر الظفر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة قدر ظفر لم يصبه الماء. أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد وضوءه وصلاته. فالأمر خطير يا عباد الله، فلينتبه كل واحد منا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا معاشر الرجال أصحاب اللحى التي ميز الله بها الرجال على النساء، وهي من سنة الأنبياء ومن سنة خليله الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نغسل اللحية الخفيفة. أن نغسل أي نقوم بتخليل اللحية الخفيفة حتى يصل الماء إلى البشرة، أما الكثيفة فيمر عليها الماء. وهذا هدي نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك من سنته عليه الصلاة والسلام تخليل أصابع القدمين والرجلين، ولا يكتفي كما يحدث عند الوضوء وأماكن الوضوء. تجد الإنسان منا يفتح الصنبور الماء على آخره ويجعل رجله تحت الصنبور ثم يذهب دون أن ينظر هل وصل الماء إلى عقبيه أم لم يصل، هل دخل الماء بين أصابعه أو لم يدخل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتخليل أصابع الرجلين واليدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلينتبه لذلك يا عباد الله. هذه أحبة الكرام بعض أمور متعلقة بالوضوء. أما فيما يتعلق بنواقض الوضوء فسأخرها إلى الكلام فيما يتعلق بأمور موجبة للغسل، الغسل الذي وقع الكثير منا في مخالفات فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاغتسال من الجنابة، بل ربنا في القرآن قال جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال للنساء كذلك، قال سبحانه وتعالى: حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إلى آخر الآيات. إذن الغسل واجب معين فرض على كل من كان جنبا. والجنابة يا عباد الله لها أسباب. كثير منا يظن أن الجنابة إنما تكون بخروج المني ولا تكون بالإيلاج، لا، هذا ليس بصحيح. بل الجنابة يا عباد الله أي الغسل من الجنابة يتم بماذا؟ إذا حدث من الرجل إدخال فرجه في فرج زوجته، إدخال عضوه في عضو زوجته وإن لم ينزل منه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال بالماء لمن نزل منه الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الرحمن الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الفضلاء، إذن يجب الغسل لمن أولج على كل حال، نزل منه مني أو لم ينزل منه مني. وكذلك يجب الغسل على من احتلم وهو نائم إذا رأى الماء، إذا رأى المني. أما إذا لم يرى منيا ورأى في نومه ما يحدث بين الرجل وزوجه فإن ذلك ليس موجبا للغسل وليس عليه اغتسال. الاغتسال يا عباد الله إنما يكون في اليقظة بخروج المني بدفق ولذة، أو في النوم بخروج المني وإن لم يرى شيئا. فإذا رأى شيئا ولم يخرج منه مني فلا غسل عليه. وإذا لم يرى شيئا ورأى بعد قيامه من النوم بللا منيا، في هذه الحالة يجب عليه الاغتسال وإن لم يرى في نومه شيئا. أما إذا لم يرى في نومه شيئا أبدا وقام من نومه ورأى أثر بلل غلب على ظنه أنه مني فهو مني. أما إذا غلب على ظنه أنه ليس بمني فهو ليس بمني. أما إذا تردد هل هذا مني أو غيره فليحاول أن يجتهد في ذلك يا عباد الله.
حتى يميز أمني هو أو لا، فإن غلب على ظنها أنه مني اغتسل، وهكذا. فلينتبه لذلك أيها الأحبة الفضلاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما جاءته الصحابية أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. بل قالت الصحابية: أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فبما يشبهها ولدها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأت الماء. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنها إذا رأت المني الذي منه الولد، المني الذي منه الولد يا عباد الله. ومن الأمور التي توجب الغسل يا عباد الله كذلك بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس، وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وكذلك يجب الغسل، أي يجب على المسلمين أن يغسلوا أمواتهم، وهذا واجب على الأحياء، هذا فرض كفاية على كل مسلم حضر ميتا ولم يجد إلا نفسه هو الذي سيغسل، يجب عليه أن يغسله، لحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وكذلك ذكر جمع من العلماء أن من الأمور التي توجب الغسل الكافر إذا أسلم، لحديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره لما أسلم أن يغتسل، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأمور التي توجب الغسل يا عباد الله. لا يجب الغسل بخروج المذي، ولا يجب الغسل يا عباد الله، والمذي معروف، المذي هو الماء الخفيف الشفاف قد لا تشعر بخروجه. الفرق بينهما بين المذي والمني يا عباد الله حتى يتبين الأمر للجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حذفت الماء، أي إذا خرج الماء بلذة وقوة بدفق، فالمني يخرج بدفق، دفعات ودفقا وبلذة، والمذي قد لا تشعر بخروجه. والمني يا عباد الله لونه لون المني أبيض، لون مني الرجل أبيض، ومني المرأة أصفر كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومني الرجل أو مني المرأة له رائحة كرائحة طلع النخل أو العجين أو البيض. أما المذي يا عباد الله فماء خفيف شفاف لا تشعر بخروجه أو قد تشعر، والشهوة بعده تكون قائمة. أما المني لا، فتذهب الشهوة بخروجه، والمني منه الولد ويجب منه الغسل، وهو ظاهر على الصحيح، المني ظاهر. وبهذا يتبين أن ما يفعله بعض الناس إذا أجنب يقوم بغسل كل ملابسه، لا، المطلوب منك يا عباد الله أن تغسل المكان الذي نزل عليه المني وأصابه، وهذا ليس واجبا، إنما هذا من باب التنظيف، لأن المني على الصحيح أنه ظاهر. أما المذي فنجس، المذي نجس وهو خفيف شفاف كما سبق، والذي يجب منه الوضوء وغسل المكان الذي أصابه، سواء كان ذلك بغمره بالماء دون عصره كما جاء في الأحاديث، أو كان ذلك بغسله غسلا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما نعلم على الوجه الذي يرضيك. اللهم تولى أمورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. أيها الأحبة الفضلاء، لا يجوز تهنئة كافر بهذه الأعياد الخبيثة. هذه أعياد تقوم على سب ربكم جل وعلا،
والدعاء أن له جل وعلا ولدا، فلا يجوز أن نهنئ كافرا ولا نحضر مواسمهم هذه ومناسباتهم هذه، فإنها تخالف شرع الله. وربنا جل وعلا يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وللكلام إن شاء الله تعالى بقية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.